احنا ترى علاقتنا مع إيران على مر التاريخ يعني ليست هادئة. احنا يعني في سنة 1782 دمر الأسطول الكويتي الأسطول الإيراني في معركة الزبارة في قطر، وأسر قائد الأسطول الإيراني، وطرد نزل الأسطول الكويتي في البحرين لما كانت البحرين عبارة عن يعني مستعمرة إيرانية، واحتلت القوات الكويتية بجابر العيش. ما كان هو الحاكم، الحاكم كان عبد الله أبوه، لكن هو كان قائد الأسطول، واحتلت القوات الكويتية البحرين وسلمت البحرين إلى آل خليفة اللي كانوا ساكنين في قطر. الكويتيين نزلوا في بندر خميني، الآن اسمه بندر خميني، وتوغلوا في الإراضي إلى أن وصلوا جبال جزاج راس في منطقة قريبة من جزاج راس وانسحبوا بعد ذلك. الكويتيين احتلوا المحمرة سنة 1783 84 اللي يسمونها خرم شهر، وحكموها. احتلوا المحمرة ورفعوا العلم الكويتي على المحمرة. الكويتيين احتلوا الفاو 3 مرات، مو مرة ولا مرتين. الكويتيين أعادوا السيطرة على البصرة يعني بالفترة هذه. الكويتيين احتلوا البصرة، يعني دشوا الجيش الكويتي البصرة. احتلينا يعني جزيرة أم الرصاص اللي في وسط شط العرب. احتلينا عبادان. هذه كلها تاريخ. احنا الكويتيين هي احتلينا عبادان. اللي يريد حتى احتلينا عبادان. هي. اذا البصرة وعبادان والفاو والمحمرة وميناء بندر خميني الآن، اللي بندر خميني وميناء بندر خميني. وصلنا إلى مدخل هالأماكن هذه كلها احنا الكويتيين رفعنا عليها العلم الكويتي. كلها رفعنا العلم الكويتي. هذا الكلام ارجعوا، لا تكلموا، لا تسالوا ناصر الدولي. ناصر الدولي يعني على واحد بيقول بل منين جبت الحكي هذا؟ اقروا كتاب بيان الكويت للدكتور القاسمي الدكتور سلطان صقر القاسمي. استاذ ناصر، بس عشان اتاكد اني انا يعني فهمتك صح، فهمت اللي قاعد تقوله. تقول ان اهل الكويت، احنا يا الكويتيين قدرنا نحتل عبادان. عبادان كانت عندنا، والبصرة قدرنا نحتلها، والمحمرة وبندر خميني، ورفعنا عليها العلم الكويتي. مو صحيح؟ والفاو بعد، وجزيرة أم الرصاص بعد، اي، وأم الخصاصيف في إيران. أم الخصاصيف هذه أم الخصاصيف. اي زين، أنا الحين كتبتهم، خل أعيدهم مرة ثانية. أهل الكويت احتلوا عبادان والبصرة والمحمرة وبندر خميني. بندر خميني هذه غير بندر عباس. لا، بندر خميني هذا اللي اوكي. والفاو وام الرصاص وام الخصاصيف. الاماكن هذه كلها رفع عليها العلم الكويتي. واحنا كسرنا الايرانيين مرتين، 3 مرات او 3 مرات. العناوين اللي قاعد تقولها وتؤكد عليها ان احنا يا اهل الكويت كسرنا الايرانيين في معركة الزبارة البحرية، وكسرناهم في البحرين، وحررنا البحرين، احتلال البحرين. اي، وحررنا البحرين، وطردنا كل الجيش الإيراني من البحرين. طردناهم كلهم مع أسرهم. طيب، ما بقى إيراني واحد في البحرين. طيب، هذه مرتين. والثالثة متى كسرنا الإيرانيين؟ كسرناهم في عدة مناطق داخل منطقة اللي هو إقليم الأهواز. حقائق التاريخ اللي تضعها أنت الحين أو تحطها أمام أهل الكويت هي أن الكويتيين دشوا عبادان ورفعوا العلم الكويتي، ودشوا البصرة واحتلوا البصرة، ودشوا وحرروها بعدين تالي، ودشوا المحمرة واحتلوها ورفعوا العلم الكويتي، ودشوا بندر خميني ورفعوا العلم الكويتي، ودشوا الفاو واحتلوها ورفعوا العلم الكويتي، ودشوا أم الرصاص واحتلوها ورفعوا العلم الكويتي، ودشوا أم الخصاصيف واحتلوها ورفعوا العلم الكويتي، وكسروا الجيش الإيراني في قطر، وكسروا الجيش الإيراني في البحرين، وسروا كل الجيش الإيراني اللي كان موجود في البحرين. ما رد لهم مخبر. طيب، جميع الأسطول الإيراني، جميع الجيش الإيراني اللي موجود في منطقة الخليج تم أسره من قبل جابر العيش والأسطول الكويتي، وأعادهم إلى إيران سنة 1782 أو 72. 1782 كانت الكويت عدد سكانها لا يتجاوزون يمكن يعني 30,000 نسمة. 30,000 متى؟ 1782 ما يتجاوزون 1700. 1782 ما نتجاوز 50,000 أو يعني أنا عبالي 1900. لا يعني حدود 50,000 نسمة. 1782 1782 وكنا أقل قدرات مالية.
واقل. اي بس اخوي ناصر عفوا، الكويت كانت توها مؤسسه، يمكن صار لها 15 سنه او 10 سنين. لا اكثر. 20 سنه. اكثر. خطا التاريخ. احنا كتبنا التاريخ غلط. الكويت موجوده من 1570. من 1570. من 1570 الكويت اكيد موجوده. يعني الكويت قبل ما، يعني انا بقول كلام يضحكون علي الناس، والله صعبة. لا يعني اذا كان حقائق يعني الكويت تاريخية قبل لا امريكا، نستوعبها. امريكا العظمى هذه، الكويت قبل امريكا بكثير جدا. احنا كان الكويت موجوده قبل امريكا. الله عز وجل خلق الارض بيوم واحد. الم ترى ان ماشي بس أنا الم ترى ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. سبحانه. فالله خلق الارض بيوم واحد، فما حد يقول ان ارض امريكا غير ارض الكويت، الا ارض واحده بيوم واحد. لكن كدوله الكويت قبل. اخوي ناصر الكويت قبل امريكا. قبل امريكا بكثير. قبل امريكا بكثير. نعم هذا بس اللي ابي اسمعه.